السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين حبايبي، وحشتوني كتير 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 من مطبخ مامتي ست الكل. النهاردة هنعمل فيديو جديد معاكم إحداثيات جديدة على قناة مطبخ مامتي ست الكل، وأتمنى يعجبكم إن شاء الله. مش عارفة نسيتوني ولا لسه فاكريني، ولكن مع بعض كده هتبقى معانا النهاردة أجواء جديدة على شواطئ راس البر. وكل الإحداثيات هاحكيها معاكم، ونطلع مع بعض كده واحدة واحدة ونشوف الشط مع بعض. وده شط قوات مسلحة جميل جدا جدا. 2026 وقت ما كانت الموجة عالية في شهر 7. لسه يا دوبك كنت طالعة من أسبوع، وحبيت إن انتوا تشاركوني وأشارككم الأجواء الجميلة ديت، ومع بعض هنشوف كل تفاصيل الشط معانا، والمكان كمان، والقرية، وكل الأسعار الموجودة للمدنيين والعسكري. واللي يحب يطلع يطلع من خلال الفيديو. بحب أقدم لكم كل حاجة ممكن تقدروا تستفيدوا من خلالها من كلامي على الفيديو، ومن الفيديو نفسه، من الشواطئ والأجواء بتاعة القرية نفسها. هناخد مع بعض كده من أول ما خرجت من المدينة، من عندي المكان اللي أنا موجودة فيه ساكنة فيه. عندي هنا على الأوتوستراد، باخد من عندي هنا من الأوتوستراد المشوار بتاعي بياخد 4 ساعات. المفروض ان هو من حلوان لحد راس البر بياخد 4 ساعات. هنمشي مع بعض كده وناخد جولة مع بعض، وخطوة خطوة من مطبخ مامتي ست الكل. ولكن قبل اي شيء، شير ولايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. غبت عنكم كتير، ولكن ان شاء الله اللي جاي احسن من اللي راح. هنعمل فيديوهات تاني جديدة مع بعض، واتمنى تعجبكم بإذن الله. كده خرجنا من قلب المدينة على 15 مايو، وعلى طريق استلمنا الأوسطي. ودخلنا كمان من خلاله على طريق بنها الحر، ومسكنا الطريق الزراعي وكملنا لحد بوابات راس البر. طبعا انا بختصر لكم الطريق علشان ما تملوش. دخلت كده دلوقتي عندي الكباين بتاعت الدخلة بتاعت راس البر، وهنبقى مع بعض خطوة خطوة، وهنتفرج على الشقق الموجودة بالمكان. يعني هعرضها لكم خطوة خطوة وتفصيلة تفصيلة معاكم، والأسعار كمان، والمميزات اللي ممكن يكون فيها المكان، والعيوب كمان إن شاء الله هنطرحها معاكم في قلب الفيديو. تمام كده تمام كده، خليكم معانا لآخر الفيديو. كده وصلنا بعد طبعا 3 ساعات، ولكن أنا بختصر لكم، أو 4 ساعات كمان، ولكن أنا بختصر لكم في الوقت علشان ما تملوش، ونجيب الإفادة من الفيديو والحاجة اللي ممكن تستفيدوا منها أكتر وأكتر. دي بوابة قوات مسلحة، نوادي قوات مسلحة 6 أكتوبر، قوات مسلحة براس البر. دي البوابة بتاعتها. هنبتدي نخش كده مع بعض واحدة واحدة، وهنشوف كل تفصيلة فيها. خليكم معايا واشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ مامتي ست الكل. دي البوابة اهيت، داخلين مع بعض. طبعا احنا بنشاركوا، واحب اشارككم وتشاركوني في كل تفصيلة علشان تقدروا تستفيدوا من الفيديو. في ناس كتيرة قوي الفترة ديت كانت خايفة تطلع من الأمواج ومن زيادة المية. هي فعلا الفترة ديت كانت المية زايدة، ولكن كان في حرص وحذر في المكان نفسه. دي الشقة كده دخلنا فيها. دي شقة أوضتين وصالة ومطبخ وحمام وبلكونة، كلها مجهزة زي ما انتوا شايفين كده. الشقة أمامي على البحر، يعني بتطل على البحر، ما بين البحر وما بينها يعني 50 متر. وهنعرضهم برضو لحضراتكم بالتفصيل، وهنبقى معاكم خطوة بخطوة زي ما انتوا شايفين كده. دي أوضة من الأوض، فيها سريرين بدولاب بتسريحة بكومودينو، والمراتب سوست زي ما انتوا شايفين كده.
ودي الأوضة أوضة كبيرة أكبر من التانية، فيها سرير واحد، وكل أوضة بيبقى فيها مروحة زي ما انتوا شايفين، ودولاب وكومودينو وتسريحة برضو. كل الأوض موجودة على البحر، الشقة كلها بتطل على البحر بحري. بتبقى أغلى في السعر طبعا عن القبلي، وهقول لكم الأسعار برضو علشان اللي يحب يطلع يطلع. ده المطبخ، مطبخ قطعتين بمطبقية ببوتاجاز بسلة بشفاط بترابيزة مطبخ. وده الحمام مجهز من كله، مش محتاج أي حاجة تاخديها معاكي خالص. كل الشقة موجود فيها كل اللي انتي عايزاه. بتستلمي طبعا أول ما بتخشي، بتاخدي الملايات بتاعتك، بتاخدي كوفرتات، لأن الشقة غير مكيفة أمامي، وغير مكيفة لأنها بتطل على البحر، لأن كنت فعلا بالليل بنام والجو بيبقى ساقعة جدا، مش محتاجة خالص أي تكييف. الأمامي الخلفي هي اللي بتبقى محتاجة تكييفات، وفعلا بتبقى مركب لها تكييف في كل أوضة، وبيبقى سعرها بيبقى أغلى شوية عشان التكييفات. ده الممشى اللي بنمشي منه وبنروح فيه من خلاله على البحر. الممشى ما هوش تراب، الممشى بلاط زي ما انتوا شايفين كده اهو، انترلوك زي ما بيقولوا كده. ما بيبقاش تراب طبعا، وانت راجعه بالميه بيبقى فيه هناك حمامات بتستحمي فيها وبعدين تخرجي. هنا دي دخلة العمارة نفسها. هنجيب بقى من الأول معاكي، دي دخلة العمارة زي ما بوريكم كده. كده أنا رايحة من أول الطريق كده دلوقتي للبحر. كده أنا خرجت من قلب العمارة من عندي من على البوابة، ورايحة همشي الممشى بتاعي اللي يوصلني على البحر. أنا بعرفكم الطريق كده بالتفصيل عشان تبقوا عارفين كل الأجواء والأماكن شكلها إيه. وده جراج طبعا للعربيات، مجهزة من كل حاجة، مش هتبقي محتاجة أي حاجة. القرية بأكملها موجود فيها ملاهي، موجود فيها ألعاب، موجود فيها سكوتر، موجود فيها ساحة للعب بالكورة، موجود فيها كل حاجة انت محتاجاها انت وعيلتك، وكل حاجة بأسعار مخفضة عن اللي بره طبعا، عن الشقق اللي بره اللي مجاورة ليها. والمكان كله مجهز بره بأماكن سياحية ممكن تروحيها، اللي هي الملاهي، اللي هي عندك سيرك زي السيرك القومي كده، وعندك كمان فيه فسح تانية كتيرة قوي ممكن تخرجيها للسان. عندك شاطئ النخيل، عندك المعدية للسمك، ممكن تخرجي تجيبي كمان كل الأسماك بتاعتك اللي انت محتاجاها ومحتاجة تجيبيها بأسعار مخفضة جدا. وما بيننا وما بينها يعني 3 كيلو، قولي بتاع ربع ساعة كده بالعربية. وفي مواصلات من قدام القرية كمان تقدري تركبيها لو ما معكيش عربية، فهي مجهزة جدا بكل حاجة انت ممكن تكوني محتاجاها، وما تقلقيش خالص. ممكن تقعدي على حسب ما انت ما عايزة أسبوع أو يوم صد رد كده زي ما بيقولوا، بتروحي وبتقعدي على البحر طول النهار، بتروحي اللي انت عايزاه هتلاقيه هناك، وعلى حسب ظروفك كمان. طبعا دي الطرقة اللي بقولك عليها اللي هي بتوديني على البحر على طول. في الوش في الكافيتيريا، الكافيتيريا دي بيقعدوا بقى فيها بالليل بيتفرجوا على الماتشات، بتبقى حلوة جدا. وهوريكي برضو الماتش كان فيه هناك الفترة اللي فاتت دي، فيه ماتش اللي هو الأرجنتين كنا بنتفرج عليه هناك، كان جميل جدا والأجواء جميلة جدا جدا. ده الشط بقى بعد ما دخلنا زي ما انت شايفة كده، المية صافية وجميلة جدا، والهوا كمان كان تحفة تحفة تحفة. عايزة أقولك هناك المية لآخر العواميد اللي هناك ورا عندك كده دي، يعني جايبة لحد النص من طولك، ما بتبقاش غريق، ما بيبقاش تخافي منها، ما فيش أي مشكلة خالص.
والأرض بتاعة المية نفسها رملة ناعمة جميلة جدا، مفيش صخور، مفيش أي مشاكل تخافي عليها، تخافي منها يعني على رجليكي من تحت أو الكلام ده كله. لأ، الشط رايق جدا ومجهز جدا، وفي فريق إنقاذ كمان موجود على جنب بيباشر الشط. وطبعا في ألعاب هناك على الشط نفسه، في تصوير الحيوانات اللي انت شايفاها زي كده زي معايا، اللي هي السلحفة على التمساح، في تصوير هناك. في طبعا كل الأكل اللي انت محتاجة تاكليه على البحر، مش محتاجة تاخدي أي حاجة معاكي وانت رايحة لو جاية من مكان بعيد. طبعا هتكوني جايبة معاكي أكل لو صد رد، يعني يوم بس رايح جاي، محتاجة طبعا تاخدي أكل. لو قاعدة طبعا أسبوع وكلام من ده، بتبقى كفاية قوي الحاجات اللي على الشط زي الآيس كريم، ذرة، تين شوكي، الحاجات الجميلة ديت اللي احنا بنحب نعيشها، وبنحب تبقى ليها ذكريات جميلة كمان في حياتنا. بنحب ناكلها وبنتسلى بيها من على الشط، بتبقى حلوة قوي وأجواء جميلة جدا. عايزة أقولك أنا استمتعت كتير قوي، أنا قعدت أسبوع وكان من أجمل أيام حياتي. الأسبوع اللي أنا قعدته في راس البر كان ممتع جدا جدا، عشان كده حبيت أنقل لكم الأجواء الجميلة دي تعيشوها معايا زي ما أنا ما عشتها. ما حبيتش أبخل عليكم خالص بأي حاجة. وهنشوف بعد كده بعد الشط بالليل طبعا فيه الألعاب زي ما قلت لك، السكوتر والكورة والألعاب، العجل الصغير للأطفال الصغيرين ما شاء الله، 2 و3 سنين كانوا بيركبوا العجل الصغير ده المضيء، وطيارات المضيئة. كانت ساحة جميلة جدا للألعاب للأطفال والكبار، والسكوتر للكبار وللصغيرين برضو، وللبنات وللولاد. ممتع جدا جدا جدا، يعني هتعيشي كل الأجواء المختلفة بشتى الطرق وزي ما تحبي. قدام الكافيتيريا هناك هي الساحة، يعني يعتبر كده ده قدام البحر على طول. بعد ما بيتقفل البحر، بيفتح من الساعة 9 الصبح يفتحوا لحد الساعة 7 معاكي البحر مفتوح، وفريق الإنقاذ حواليكي في كل حتة. يعني آمن جدا، ومفيش خوف على الأولاد ولا خوف من المية خالص. فحاجة جميلة جدا، وحابة ان انا اخد التجربة دي تاني وتالت ورابع. لا لا، جميل جدا جدا جدا. والشقق هناك كمان مجهزة ونظيفة. فحاجة ممتعة جدا. حبيت ان انا انقلها لكم. لو حد عايز يطلع هيطلع المشوار، ما فيهوش اي مشكلة خالص. وفيه مواصلات من اي مكان انت موجودة فيه لراس البر. بيبقوا فيه رحلات كتيرة أوي بيقوموها بالأتوبيسات من أي مكان انت موجودة فيه لراس البر. شاطئ قوات مسلحة أحسن من أي شاطئ تاني، آمن، نضيف. العساكر موجودة في كل مكان، في أي مشكلة ممكن تقابلك بيحلوها فورا. الضابط موجود باستمرار على الشط لأي مشكلة، لأي تزاحم موجودين. ده طبعا ماتش كان شغال وساعة الماتش دوت كانت الناس خارجة مبسوطة جدا جدا، اللي هو الماتش اللي كان قبل الأرجنتين ب3 أيام. وبعد كده جت المباراة اللي هي كانت بين الأرجنتين ومش فاكرة مين تاني. فساعتها جبنا باين مصر جابت ساعتها 2، وجابت الأرجنتين 2 أو 3 مش فاكرة. دي الأجواء اللي كانت موجودة ساعتها. ودي ملاهي، خرجت من الملاهي بفرجكم عليها برضو. دي ملاهي أطفال لحد 6 سنين أو 7 سنين. والبوابة الرئيسية اللي دخلت منها الصبح هي ديت في بدايتها في قاعة أفراح مكيفة ومجهزة بفرق كبيرة جدا على مستوى، جميلة جدا جدا. وفيه كمان قاعة تانية جوه اوبن اير، هتبصي تلاقيها وهعرضها لك برضو دلوقتي. كان فيها برضو عروسة في نفس اليوم، وكانت الأجواء جميلة جدا جدا. اتبسطنا وكنا مبسوطين جدا أنا وولادي والحمد لله. هي ديت القاعة زي ما بقولك من بعيد. القاعة اللي على البوابة من بره، أول ما تخشي على إيدك الشمال هتلاقي القاعة دي جميلة جدا جدا جدا.
ما شاء الله ربنا يسعدهم، عروسة وعريس زي القمر، وساعتها كانت ليلتهم زي الفل ما شاء الله عليهم. خلصت من عندهم حبيت اصور لكم الاجواء ديت، ورحت على القاعة التانية. هي دي الدخلة بتاعتها، دي قاعة اوبن اير مفتوحة ما شاء الله. دي كانت قدام الشقة عندي. شقتي بتطل على البحر، على البحر نفسه. وكانت الأجواء بتاعتها مريحة جدا جدا، ما كنتش محتاجة أي تكييفات ولا أي مراوح بالليل. الجو كان ممتع جدا. دي العروسة التانية في القاعة التانية اللي جوه في قلب المدينة، اللي يعتبر بتطل على البحر، في قلب القرية اللي بتطل على البحر. دي قاعة كبيرة جدا برضو، بتقوم فيها برضو الحفلات، حفلات على مستوى، حفلات عرس إن كان شبكة أو إن كان دخلة. لا جميلة جدا جدا، وكنت بتفرج وأنا سعيدة جدا جدا. لأن في قرية قوات مسلحة فيها الأجواء دي كلها اللي كنت محتاجاها، ومحتاجة أشوفها في مكان وأبقى سعيدة بيها. والحمد لله شفت الأجواء الجميلة ديت، وحبيت برضو تشوفوها معايا. أنا بقول لكم كل التفاصيل عشان اللي هيروح يبقى عارف هو هيشوف إيه هناك، وبالتفصيل وبدون أي مجاملات، وبدون أي يعني كلام زيادة زي ما بيقولوا. زي ما انت شايفة كده دلوقتي، هو ده المنظر اللي هتروحي تشوفيه. بعد ما خلصنا طبعا ووريتك كل الأجواء اللي في قلب القرية، طبعا بوريكي بره برضو ممكن تروحي تشوفي ايه. جنب القرية نفسها عندك ملاهي زي كده، دي ملاهي مائية وعادية، وملاهي عادية بالليل. وبعد كده عندك ممكن نقول بقى الأسعار بتاعت الشقق. طبعا الأسعار الأمامي ب2500، والخلفي اللي فيها تكييفات ب3. طبعا في فرق كبير قوي عن أسعار الشقق بره ب4 وب5 في اليوم. ودي الأسعار الموجودة في القرية. ويا رب يكون عجبكم الفيديو، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب ينول إعجابكم. وكل اللي عايز يستفسر عن أي شيء يكتبهولي في الكومنتات، وأنا معاكم برضو في فيديوهات جديدة، وإن شاء الله نتقابل على خير في أجمل الفيديوهات من مطبخ مامتي ست الكل. وكل سنة وانتم طيبين، و يا رب ينول إعجابكم الفيديو. وأي حد عايز يستفسر عن أي حاجة في القرية يقول لي، وهرد عليه في الكومنتات في أسرع وقت بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.